والسبرديله راني ما كنخاف حتى من واحد، باش يكون في علمك انا ما كنعرفكش وانت ما كتعرفنيش. التقرير اللي قريته هذاك صادر في الصحف الايطاليه وصادر من المحكمه الجنائيه في بياتشينسا، وما كنجيبش شي حاجه من عقلي، وانت كتصيفط لي الرسائل وباغي تحيدني من الدنيا. والله ما كنخافش منها. انا النهار اللي غيكتب لي الله غنمشي عنده غنمشي، سواء بك او بغيرك. الخوف من الله فقط. انا الهدف ديالي باغي نوعي الناس باش انت تجيب واحد بني ادم ولد بلادك وتربطو بحال الخروف وتحيدو من الدنيا بحال الخروف، وفي الاخر تهرب للمغرب. ماشي اش غتسميها انت، وراك تحصل الا ما حصلتيش اليوم حصل غدا، الا ما جابوك اليوم يجيبوك غدا. ولدي المزيد. المغربي الملقب بالسبرديله عادل اليوم خدا المؤبد. لماذا؟ لان خدا واحد ولد بلادو، ولد دوارو، ولد حومته لواحد الغابه، هو يربطو في هذيك الغابه وكيقطع فيه تدريجيا حتى دا الله الامانه ديالو. علاش؟ حيت هما اختلفوا على الشكلاط. وايوب اللي معاه وانس معاه في نفس، كملوا من عندكم. واحد خدا 20 سنه وواحد خدا 21 سنه. اشنو داروا؟ هربوا للمغرب، هربوا لبني ملال، وراه غيجيبوكم. علاش؟ حيت كاين الاتفاق ما بين المغرب وايطاليا بتبادل المج. كملوا من عندكم تاني. واش بنادم توصل بك الدرجه تجيب ولد بلادك تربطوه في الغابه بحال الخروف وتخليه جيعان، وفي الاخر كتقطعوا طروف اصاحبي حتى دا الله الامانه ديالو. اش غتقول رب العالمين يوم القيامه في الاخر؟ سابقا تكلمت لكم على اي واحد باغي يعمل رخصه السياقه والعمر ديالو من 18 سنه حتى 35 سنه، باغي تعمل الرخصه ديال الكاميون، ديال الرموك، ديال الكيران، اي رخصه ما عدا ديال الموطور وديال السياره العاديه. والدوله كتكلف بالمصاريف ديال هذيك رخصه السياقه، وعلى حسب المصروف اللي صرفتي، يعني 80% غتعطى لك. لهذا بادروا ايها الشباب، حيث كاينه ازمه السائقين في ايطاليا والشركات ما لقاوش سائقين. هاد الام هذه اللي كتشوفوها عملت طلب بالوجبات السريعه ديال ماكدونالدز وجاوها للدار، وعندها واحد البنت في عمرها 6 سنين كتاكل، فجاه لقات عظمه. لكن في الاخير بعض الفحوصات تبينت بانها هي سنه نتاع العامل اللي كان كيعمل الهمبرجر. والسيده الان رفعت دعوى قضائيه ضد شركه الماكدونالدز. انا سابقا قلت لك ان الدهون ديال الخنزير موجوده في جميع اكلات نتاع الماكدونالدز. لهذا حذاري. الجاليه اللي كيعيشوا في فرنسا، واش القانون اللي كان دار وكيقولوا غيطبق فرنسا واش طبقوه ولا مازال؟ اي مواطن كيعيش في فرنسا يولي يخدم نهار واحد لصالح خزينه الدوله الفرنسيه. اكتبوا لي في التعليقات. علاش قلت لكم ايطاليا من بين الافضل في الدول الاوروبيه من ناحيه المعيشه والجو؟ مغاربه اللي كانوا كيعيشوا في ايطاليا ومشاو لبلجيكا، مشاو لفرنسا ومشاو لالمانيا، دابا كيرجعوا وباغيين يرجعوا، لكن السكنه ما كايناش. الا عندك شي فلوس باش تجيبهم من تما وتشري لك الدار هنا فين تسكن، اما باش تقول راني غنكري من جديد، خليك تما احسن، حيت كاينه الازمه ديال السكن هنايا في ايطاليا.